هنخرج بقى الخروجه بالليل بتاعتنا السنويه بتاعت رمضان. هو احنا بصراحه كل سنه المفروض ان احنا بناكل في فندق 5 نجوم على اساس مره بقى في السنه، لكن نظرا لغلاء الاسعار هندخل في المطعم اللي احنا بنروحه بتاع كل سنه على طول، ده اللي هو بس مش تبع الشرطه، لا تاني اللي هو على الراناوي دوت على الطريق العام. ونشوف الاكل بتاعهم يعني عامل ازاي وكده. السلام عليكم، ازيكم يا فريندز؟ وحشتوني جدا. انا عارفه والله ان انا طولت عليكم، بس بصراحه انا ما كانش وما بحبش ان انا انزل فيديو الا لو حسيت ان انا حابه ان انا اشارك معاكم حاجه مفيده تستفيدوا منها، لو ما كانتش عن تركيا فتكون مثلا وصفه او اكله او اي حاجه يعني كويسه حصلت في حياتي الايام ديت. بنستعد للسفر لمصر طبعا يا اصدقائي قبل العيد باذن الله، فعلشان كده بننزل يعني من فتره كده للتانيه اشتري شويه هدوم للعيال وشوية برضو هدوم ليا، بس انا بصراحة ما اشتريتش الا بنطلونين، والباقي كله انتوا عارفين بشتريه منين يعني. طبعا مستعلم يعني مستخدم لان الاسعار غالية جدا. آه، ف فيعني ان شاء الله لما انزل مصر هتشوفوني باللبس الجديد والالوان الجديدة الفاتحة يا فريندز. المنطقة اللي أنا فيها ديت اسمها صندقلة. الله على الست الجميلة ديت، كنت ماسكة الكاميرا بتقولي صوري، لا ما تحطيش وهي بتضحك لي. وفي ستات اللي هم بتوعة الجبن وبتوعة الزبدة وبتوعة الحاجات دي، عندهم برضو ام اشرف وام عبده برضو، وعندهم ام احمد بتاعة الجبنة والبيض والحاجات دي زي مصر بالظبط يا فريندز. وفي الاسواق تلاقوا برضو برفانات، يعني ملهاش علاقة بالبرفانات، تركيب برضو تلاقي الحاجات ديت زي الاسواق عندنا بالظبط الشعبية وزي يعني الناس في مصر، الناس فاكرة مثلا ان تركيا منفصلة عن مصر، عالم تاني شعب تاني او الحاجات دي، لا، في حاجات كتير قوي مشتركة بيننا وبينهم يا اصدقائي. انا كل ما بروح الاماكن ديت او جوزي لازم بنشتري حمص والحاجات اللي هي اللي هي الحمص والفول السوداني والقشطه والحاجات دي، لان هم مشهورين. ده العيش، الصورة اللي فاتت ده هو العيش التركي التقليدي. وطبعا زي ما قلت لكم احنا لما بروح هنا بنشتري الحمص والفول السوداني والحاجات دي واللب. بصراحة تركيا موجود فيها كل حاجة ما عدا اللب الأسمر. علشان كده يعني موصية أمي على 2 كيلو لب أسمر اول ما انزل ان شاء الله، موصيها برضو على عدس بجبه، العدس بجبه من غالي. اول ما دخلت الراجل قابلنا بضحكه ده، يعني ما شاء الله عليه، هم دولت عارفين يعني ايه خدمه العملاء، الواحد يضحك كده في وش العميل. اول ما دخلنا ضحك على طول، فعرفت ان انا اقدر اصور يعني وخدت راحتي. اللي موجود ده اسمه لوكم، وده اشهر اللي هو موجود جنب مني هو ده. ده اسمه لوكم، وده اشهر يعني حلويات في تركيا عامة، وأفيون خاصة مشهورة بحاجة اسمها اللوكم أو الملبن. هو مش هو في زي الملبن وفي حاجة تانية زي اللوكم. أنا حتى والله الوصفات كتيرة قوي عن اللوكم ده موجودة على الإنترنت، بس بأمانة يعني حتى أكبر اليوتيوبر اللي بيعملوا أكلات برضو ما قالوش الطريقة الحقيقية ولا القوام بتاع اللوكم. اللي عايز ياكل لوكم يا فريندز لازم يجي تركيا عشان يدوق الطعم الحقيقي بتاعه، طعمه جميل جدا. احنا هننزل في الشيخ زايد ان شاء الله يا فريندز، هنقعد كده كام يوم، فعايزاكم تقولوا لنا كده اماكن رخيصه، لان انتوا عارفين اسعار الشيخ زايد طبعا غاليه جدا والاماكن غاليه. فلو اي اماكن قريبه منها يا ريت تقولوا لي، الناس اللي ساكنه في اكتوبر او في الشيخ زايد يا فريندز. وبرضو لو في اماكن جنب الاهرامات او كده برضو ممكن فسح وتشوف الاهرامات وناكل فيها، يا ريت تقولوا لنا برضو، لان انا والله يعني في اماكن كتير بس انا مش عارفه ايه الاماكن الاحسن وكده. على فكره الجو حرر مره واحده في اليوم اللي احنا خرجنا فيه ده، كان الجو شتى. جوزي كان بيعاين برضو ارض من الاراضي اللي هو بيروحها ديت يا فريندز، فالراجل اداله الهدايا ديت، فطلع اللي هو اداله الهدية. الراجل طلع اللي هو يعني ما شاء الله عليه، مختار اللي هو يعني زي رئيس الحي كده، فادونا الهديتين دول. والله حاجة كويسة، دافع الراجل دافع. على فكرة هنا في تركيا فرنس كل منطقة أو كل حي فيها شيخ الحارة زي ما يقولوا، يعني فيها رئيس الحي اللي هو مسؤول عن الحي. بس يعني مثلا لو انت يعني مثلا منطقة زي المرج، منطقة المرج ديت بتنقسم لكذا حتة، أو عين شمس مثلا فيها كذا حتة.
فهم بقى كل حتة مسؤول عليها واحد، وهو المسؤول بقى عن المية، عن مختار نية بيور يعني Muhtar يعني promosyon olarak dağıtıyor bunları. yok biliyorum yani muhtar لك ne işi yapıyor yani. Muhtar ne iş yapıyor? Muhtar oradaki kendi mahallesinin sorunlarını Hmm. sorunlarını çözüm üretiyor. Ha Çözüm abi. üretin diyor Ha. veya işte Hmm. yukarıya Hmm. siyasileri anlatıyor. مم. بيقول اللي هو جوزي بيقول اللي هو مسؤول عن الحي، وان هو المشاكل بتاع الحي بيوديها بيقولها يعني للمسؤولين، بيوديها للمحافظ وكده. الوالي ده اللي هو المحافظ بتاع أفيون حصار ده. هنا واحدة ست يا فرنس، والله الهدية كويسة جدا. نشوف كده افتحها معاكم كده يا فرنس ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. انا لسه اول مرة اشوفها. الله، مش عارفة ايه ده، بس يعني ده من الورد. الحاجات دي ورد طبيعي يا فرنس، يعني من سبارتا. سبارتا ديت مشهورة بإنتاج الورد. أنا حتى كنت رحت قبل كده سبارتا وعملت فيديو هناك. معمولة في سبارتا، حتى مكتوب كده اسمها اهو، سبارتا. ريحتها جميلة جدا، ريحتها جميلة جدا. معرفش ايه، بس يعني ممكن تكون حاجة يعني تزويق للشكل وكده. نشوف التانيين. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ معرفش ايه ده، مش عايزة. اه ديت برضو مصنوعة برضو من الورد. مش عارفة ايه يعني، بس حاجة عاملة زي الحجر كده. ومصنوعة برضو من الورد، وريحتها ورد جميلة قوي. شكلها حلو قوي، شكلها جميل قوي، شيك. تنفع تتحط مثلا في النيش او حاجة زي كده. جميلة قوي، ريحتها جميلة، جميل قوي. الاشكال جميلة قوي والله. اللافندر موجود، اللي هي العلبة التانية فيها لافندر، بس بصراحة اللافندر ريحته تقيلة جدا جدا جدا. هو اصلي، فعشان اصلي ريحته تقيلة قوي ما استحملتوش بصراحة. يعني انا مش عارفة، انا اللي غير طبيعية، ولا انا اللي كده، بس انا ما بحبش ريحة اللافندر، تقيلة جدا. ايه ده بقى؟ ده ده كريم ورد، جول كريمة من سبارتا اهي برضو. جميل قوي. ده كريم ورد. وده جول في جوت لسيونو. ده ده للإيد وللجسم، يعني لوسيون للإيد والجسم. من الورد برضو. كله طبيعي، كله طبيعي، كله طبيعي يا فرانس، كله طبيعي. ده بقى، ده ايه؟ ده مية ورد، جول سيو. ده مية ورد. شوف كده نجربها. الله، تحفة 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 تحفة. وده ايه ده بقى؟ ده اخر حاجة. ده كولونيا برضو من الورد، جول كولونيا دي كولونيا. حلو قوي 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 كمان، جميلة جميلة زي الورد البلدي الأحمر. تحفة 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 تحفة. ده الشكل اللي حاطينه فيه، جميل قوي، جميل، جميل جدا. راجل مكلف يا فرانس، راجل مكلف. يعني الواحدة من دي، لما روحت سبارتا قبل كده علشان اشتري حاجة زي كده، الواحدة معدية 150 ليرة وميتين ليرة. فما بالكم العلبة ديت معدية كام يعني؟ ادي واحد 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 اتنين تلاتة، أربعة،
5 يعني معدية حوالي 500-600 ليرة الهدية دي. تحفة تحفة تحفة. انا قلت ان انا اشاركها معاكم يا فريندز علشان انا مش بيجيلي هدايا كل يوم. والله يعني فحاجة فرحتني والله وساعدتني وكده، قلت اشاركها معاكم. ندخل بقى على الوصفة بتاعتنا. هنعمل حاجة وصفة من اجمل الوصفات اللي انا عايزاكم تعملوها النهاردة يا فريندز، وتقولوا لي رأيكم. والله العظيم هتدعوا لي بجد. انا جبت 250 جرام زبدة او سمنة بدرجة حرارة الغرفة، يعني اللي هي العلبة اللي هي بتاعت السمنة اللي هي بيبيعوها ديت، الباكت ده بدرجة حرارة الغرفة. وحطيت عليها نص كوباية 200 ملي سكر بودرة، وقلبتهم كده في بعض. الوصفة دي كده بتدوب كده دوب، ما تعرفهاش غريبة ولا تعرفيها بسكوت. طعم تحفة يشرفك في أي مكان. وكوباية كوباية صغيرة، يعني كوباية شاي صغيرة زيت. هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف يا فريندز، عشان أنا ممكن في الكلام يضيع مني حاجة أو تتوه مني. وكيس فانيليا. على فكرة انا في الوصفة دي عملتها من بدون ما اسرحها علشان تعرفوا قد ايه هي سريعة، اللي انت تعمليها كده في 5 دقايق، ويعني كلها على بعضها ما تاخدش معاكي نص ساعة، يعني 5 دقايق و... وتسويها وتتاكل مثلا في خلال ساعة. الوصفة دي اسمها البسكوت الندمان التركي، بس ان شاء الله ان شاء الله عمركم هتندموا باذن الله. كل الناس اللي عارفاني وجربتها وانا قلت لهم الطريقه عجبتهم جدا والله، وعلى طول مش ولا مكلفه ولا حاجه يعني. كل حاجه في مقادير في البيت، مش هنجيب اي حاجه من بره باذن الله. نص كوبايه نشا. انا كان اول مره ان انا ادوق الوصفه ديت يا فريندز، كان عند ناس قرايب جوزي وكده، فانا يعني كسفت ان انا اقول لهم اسمه ايه. عجبتني جدا، طعمها تحفه 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 بجد والله العظيم مش مبالغه. انا عايزاكم تعملوها النهارده وتكتبوا لي في التعليقات يا فريندز. فانا جوزي قال لي ان هو اسمه البسكوت الندمان او البشماني كورابيه. فهو مش بسكوت، هو ولا قريب يعني، هو ولا بسكوت ولا قريبه، اللي في النص كده. و3/4 كوبايه جوز هند، هو ده بقى اللي هيديه بقى الجمال من جوه والحلاوه. ومن يعني من 2.5 كوباية ل3 كوبايات دقيق بالتدريج. ونحاول ان احنا نحط الدقيق بالتدريج يا فرانس، عشان العجينة لو تقلت معانا قوي مش هناخد القوام ولا القرمشة ولا الطعم اللي احنا عايزينه. فاحنا نخلي بالنا قوي من الدقيق، ولو زاد مننا الدقيق ممكن نكتر سمنة. الوصفة ديت يا فرانس يستحسن ان انتوا تحطوا جوز هند ناعم علشان يكون يعني كويس معاكي، لكن انا بصراحة ما كانش عندي جوز هند ناعم، فاستخدمت يعني جوز هند مبشور خشن، واداني يعني نتيجة يعني بنسبة 95% قريبة من النتيجة اللي هي بيعملها جوز الهند الناعم. زي الوحيد يا فريندز اللي انا مش هحط معاكم يعني كحك العيد ولا البيتيفور ولا البسكوت ولا الكلام ده. اللي انا عملت قبل كده معاكم كحك العيد الناعم في الخلاط، اللي هو بربع كيلو دقيق او بالسمن البلدي لأول مرة وحصريا، لان ده مش هتشوفوا المقادير ديت الا عند العبد لله. فانا هحط لكم برضو اللينك والرابط بتاع الوصفة ديت تستخدموها. وكنت عملت بسكوت قبل كده، بسكوت نشادر التركي، برضو هحط لكم الوصفة ديت يا فريندز ومع الوصفة ديت. وان شاء الله تعملوها كده في العيد وتقولوا لي النتيجة يا فريندز. لما ببعد عنكم يا فريندز او ببعد عن الكاميرا والميكروفون بحس ان انا مبتدئة من اول من جديد، مش عارفة ان انا اتكلم. ربنا يسترها ان شاء الله. وبحس لك كده ان انا متوترة. اول ما العجينه تمسك معانا على طول يبقى هو ده القوام، اول ما تمسك معاكي يبقى هو ده القوام اللي احنا عايزينه. ولما هنشغل عليها الفرن هنشغل عليها الفرن على درجه حراره يعني اقل من المتوسطه بشويه، يعني 160، عشان ما تبقاش نيه تتحمر وتبقى نيه من جوه بس. وبعد كده رحت كورتها يا فريندز كده كور زي ما اللي انتوا عايزين، كور كبيره كور متوسطه براحتكم. بالنسبة للكحك الناعم يا فريندز، في ناس في أصدقاء جربوه وعجبهم جدا. أنا كاتبة برضو مقادير للكيلو، فريت اللي هو اللي انتوا تجربوه والله العظيم إن شاء الله بإذن الله هيعجبكم جدا. وأنا واثقة لأن ده مش أول مرة اللي أنا أعمله، لأ
يعني عملته كتير جدا، فوصفة ناجحة 100%. أتمنى اللي انتوا تشوفوه. اللي هو بصراحة ما كانش واخد حقه الفيديو ده، لكن إن شاء الله تديله حقه يا فريندز وتشوفوه ويعجبكم بإذن الله قبل العيد. أصدقاء قرايب كتير سألوني تركيا عاملة ايه في رمضان، ومظاهر الاحتفال برمضان وكده. بصراحة يا فرانس مفيش أي مظاهر ولا في أي حاجة من بعد الساعة، يعني مفيش ناس، يعني الجو سكتم بكتم، الناس ما بتخرجش يعني من بعد الفطار. مفيش حد نهائي بيخرج للشارع، حتى لو في منطقة برضه حيوان ما تلاقيش حد، ما تلاقيش إلا مثلا في ساعة الفطار الناس بتفطر في المطاعم وخلاص، أو في بيوتها. لكن مفيش مظاهر زينة، مفيش خيم رمضانية، مفيش اللي هي القعدات ديت بتاعت رمضان، او مثلا زي سيدنا الحسين، السيدة زينب، او الكلام ده كله. التراويح، الحاجات دي كلها الجماعية، الانوار الكتيرة مش هتلاقي. يمكن الناس اللي قاعدة في تركيا عارفة الكلام ده يا فريندز. كان نفسي انا طبعا انزل في رمضان بصراحة، ونزلت في رمضان بس جوزي رفض. بس هو بصراحة فاته كتير قوي، فاته كتير وفاتني انا برضو كتير، اللي انا يعني اشوف المظاهر ديت في مصر يا فريندز. بعد ما خلصت يعني تدويرهم كده، احطها في الفرن في الرف الاوسط على درجة حرارة 160، يعني درجة حرارة اقل من المتوسطة، يعني من 20 ل25 دقيقة، أو حسب ما يعني يستوي معاكي. ويستوي من تحت يكون يعني متحمر، وفي نفس الوقت يعني ياخد طبقة صفرة بسيط جدا. احنا مش عايزينه يصفر، هو مش هيصفر يا فريندز. ده بعد ما طلع من الفرن، والتشققات بتاعته ديت هي ديت دليل النجاح بتاعه يا فريندز. لو ما تشققش معاكم اعرفوا اللي هو يعني ما ظبطتش معاكم المقادير، لازم يتشقق، لازم يتشقق. بعد كده جبت نص كوباية سكر بودر، نص كوباية يعني دقيق بودرة، ونص كوباية جوز هند. وبعد ما طلعت البسكوت الندمان بتاعنا او القريبة التركية بتاعتنا، حطيناها وهي سخنة على طول بالخليط اللي هو بتاع السكر وجوز الهند ده. اقول لكم تاني يا فرنس، الخليط ده عبارة عن ايه؟ عن نص كوباية سكر بودر، ونص كوباية جوز هند. واول ما طلعت البسكوت الندمان بتاعنا مش عارفة هو اتجوز ولا ايه ندم على الجوازة ولا ايه. وبعد كده رحت اول هو سخن، ده شرط، وهو سخن هحط عليه اللي هو السكر بقى بتاعه، وابدا كده يعني احطه بقى ويبقى الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه دوت يا فريندز. طبعا ما اقدرش اقول لكم على الشكل وعلى على الجمال بتاع الطبق، والواحد كده بيقدمه حاجه كده تخلي الواحد يقول ايه، يا رب يا رب امتى المغرب يقدم من الطعم والجمال والريحه. وخصوصا بقى يا فريندز لو كان بالزبدة او كده. طبعا نظرا ان الزبدة غالية عملته بالسمنة، بس طبعا لو عندك زبدة بيكون حاجة تانية. بس برضو مش هيفرق معانا لو كان معمول حلو وكان ناجح. بصوا بقى يا فريندز على الجمال وعلى الطعم وعلى الشكل اللي يشرف. انا عايزاكم بجد اللي انتوا تعملوا الوصفة ديت وتجربوها النهاردة يا فريندز، يعني وتقولوا لي رأيكم، هتدعوا لي من النهاردة لبكرة. والدعوة الوحيدة اللي أنا عايزاكم اللي انتوا تدعوها لي يا فريندز دعوتين: ربنا يشفي عينيا بإذن الله، وربنا يهدي جوزي. هدت الدعوتين اللي أنا بتمناها منكم يا فريندز. لعلكم إلى الله أقرب، يعني بإذن الله يا فريندز. فأنا يعني نفسي تجربوها وتكتبوا لي برضو في التعليقات، وتجربوا الكحك الناعم في العيد وتقولوا لي رأيكم، وتجربوا البسكوت اللي انا عملته قبل كده وتقولوا لي برضو رأيكم. شوفوا بقى، شوفوا الملمس بتاعها والقوام بتاعها عامل ازاي. شوفوا بقى عامل ازاي، حاجة كده. بصوا بقى المنظر، شوفوا بقى المنظر من جوه، وطعم جوز الهند فيها، والبياض اللي جوه عامل ازاي. شوفوا بقى حاجة كده. وانا بتكلم جوعت يا فريندز.
على أمل اللقاء معاكم إن شاء الله يا فريندز في مصر بقى، أم الدنيا، بلدي، وسط أهلي إن شاء الله، وسط الناس اللي بحبها، وسط الروح، وسط جمهورية مصر العربية.